كاره حاجة اسمها تعلم. ولو انت عايز تعرف فعلا ايه اللي غيرني من حد بيكره التعليم لحد دلوقتي بيعمل فيديو عن ازاي تسرع عمليتك في التعليم، استثمر الكام دقيقة الجايين دول. عايزك توقف الفيديو وتجيب مشروبك المفضل، تستعد كده شوية عشان الفيديو ده دسم. وبعد استعدادك لاستثمار الوقت ده فيلا نبدأ. أول حاجة التعلم بينقسم لحاجتين. أول نوع حتة التعلم التقليدي أو اللي هو بتاع المدرسة أو الجامعة اللي إحنا كلنا عارفينه. تاني حاجة هو التعلم الحر، وده اللي موضوع الحلقة دي. فإيه هو التعلم الحر؟ وإزاي نطلع منه بأحسن استفادة لو بدأنا من ستيب 1. إيه هي ستيب 1؟ ستيب 1 زي إن أنت تبدأ صح في البرمجة، تبدأ صح في الإنجليزي، تعرف أنت هتبدأ من إيه وبخطة واضحة. بس هل ده هو صح حاجة ولا في حاجة أصح من كده؟ واللي هي ستيب 0. وهل ستيب 0 هي أول خطوة فعلا وأصح خطوة للبداية؟ عشان ما تقولش عليك من الآخر، هي ولا في نفس الوقت. طب إزاي؟ تخيل كده معايا إن أنت واقف قدام باب شقتك وأنت راسم مفتاح، موقف رخم، وجه حد يديك المفتاح بتاع باب بيتك، بس هو المفتاح ده محطوط في صندوق محتاج مفتاح تاني. فهل هو ده هيكون الحل المناسب ليك؟ ولا هتكون ساعتها حاسس ان لا، في لسه مفتاح تاني ناقص؟ لا بجد، يعني اللي بيحصل دلوقتي ان انت عشان تتعلم حاجه بتبقى لازم تبدا من الخطوه الاولى. بس ازاي هتبدا من الخطوه الاولى وانت مش عارف ازاي تمشي للخطوه الثانيه؟ فبتبقى صح حاجه وده شيء ان انت تبدا بتعلم كيف تتعلم. طب ازاي تعلم كيف تتعلم وانت محتاج تتعلم؟ فهو بيقول لك من الاخر يعني في خطوه تانية قبليها. زي ان انا دلوقتي وان انت مش سامعني، هل انت دلوقتي الكلام اللي انا قبل ما انا اتكلم ده دلوقتي انت فاهمه؟ وده يعني ان انا لو كلمتك وانت مش سامعني فانت مش هتستفاد من الكلام. انا عايز اوصل لايه؟ ان في حاجه قبل ستيب 0 واللي هي الاستماع الجيد. وانا هنا مش بتكلم على الاستماع الجيد بتاع الكول سنتر، انا هنا بتكلم على حاجه اعمق. انا هنا بتكلم على حته الانصات. وقبل ما نتكلم عن الانصات وهي ايه وليه، عايزك ترجع معايا كده اكتر لفكره ايه هي ستيب 0. ستيب 0 دي هي النقطه الصفر اللي هي عباره عن ريفرنس. مش لازم دايما تكون هي اول خطوه، لا، في قبل كل ستيب 0 بتبقى في حاجه اسمها ريكوايرمنتس. بمعنى انا ما ينفعش دلوقتي اجيب واحد ما بيحبش ان هو يغلط واخليه يتعلم برمجه. ما هو طبيعي هيسيبها، زي ما 70% من اللي بيبداوا برمجه ما بيكملوش، ما كانش 90 كمان. ده بمعنى ان الانسان برضه مش هو الحاجه الوحيده اللي المفروضه قبل ما نبدا في تعلم كيف تتعلم. او لو عايز توصل لحاجه صح، لو عايز تبدا فعلا في البرمجه او تبدا في الانجليزي او اي سكيل او اي لغه، فانت محتاج الانصات. وحاجه تانية اسمها المايند سيت، ان انت تبقى متقبل الغلط، ان انت تبقى انك تكون متقبل الغلط، انك تكون عادي مع الموضوع ده. الموضوع ده ليه تفصيل تاني وليه حلقه تانيه منفصله بنفسها، الموضوع مهم. لكن احنا المره دي هنا بنتكلم على الانصات، عشان انت لو مش سامعني مش هتعرف تفهمني كويس. ولو انت مجرد سامعني مش هتعرف توصل لك للمعلومه دي. في فرق كبير قوي، في فرق ما بين ان انا سامع كل كلمه وفاهم اللي انت قصدك بيه، وان انا مجرد ان انا اكون سامعك وممكن جمله وممكن جمله لا. الموضوع محتاج كلام كتير. الموضوع مش مجرد ان انا اقول لك الاستماع الجيد واقول لك ايه فايدته. ما كله بيقول لك الاستماع الجيد، لكن ازاي تكون مستمع جيد دي بتيجي بالبراكتس. اقل ما فيها تكون فاتح فيديو اليوتيوب اللي انت بتتعلم بيه السكيل اللي انت عايزها، وتكون مش بتعمل حاجه تانية، تكون قاعد منصت له، قاعد كل حاجه انت بتعملها دلوقتي هي سماعه، وغرضك الوحيد انك تكون بس عايز تفهمه وبضمير. طب وايه الفرق ما بين اللي بيقولوا عليه استماع جيد والانصات اللي انا عايز اوصله؟ الاستماع الجيد ده اللي دايما بيتقال في اليوتيوب، ده اللي دايما بيتقال عشان تكون محبوب لازم تعمل كذا وكذا وكذا عشان تبان انك مستمع جيد. طب والانصات؟
ان مفيش حد فعلا فكر ان هو يتكلم فيه، ان الانصات هو ان انت فعلا تكون مستمع جيد، مش ان انت تبرز الاستماع الجيد انك تكون بتهز راسك واللي قدامك بيتكلم. ده مش استماع جيد، ده تمثيل انك بتستمع جيد. حقك لو قلت لي دلوقتي تمام الاستماع الجيد ده حاجة حلوة جدا، قصدي الانصات لو انت مركز معايا، لكن ايه فايدته في التعلم؟ عمرك جربت مرة ان انت وانت بتحل سؤال تلاقي نفسك مش عارفه عشان انت بس كان لا في حته انا سمعتها بس مش ما كنتش مركز فيها كويس، او سمعتها بس فاكرها طشاش او كده؟ وهو ده الانصات، هو ده لو انت كنت اصلا كنت في البدايه اللي هو يا ريتني كنت مركز وانا بسمع. انت لو كنت من البدايه بتسمع كويس ما كنتش زمانك دلوقتي، انت كان مستواك في الدراسه هيتاثر 180 درجه. فلو انت مهتم ان انت تعرف اكتر عن الانصات اعمل لي فولو ولايك عشان تنفعني، عشان زي ما انا نفعتك بمعلومه نفعني انت بلايك واشتراكك الجميل. ولو عايز تعرف اكتر عن الانصات وتعرف اكتر عن المايند سيت الحلقه الجايه تمام، والانصات هنتكلم عنه. ولو عايز رحلتك في التعلم تبقى اسرع اعمل لي فولو.